بص يا واد منك له، حط المقص في الملح وارتاح طول حياتك وهقول لك ليه. بس شجعني بلايك وشير وصلي على النبي، بيزود الرزق في البيت ويمنع السحر ويطرد الطاقه السلبيه. اكتبوا ملح يا اولاد، هبعت لكم الجزء طيب الثاني. الفيديو ده يا جماعه مهم جدا وخطير. صلي على سيدنا النبي، شاركه لعل احد يستفيد. حط المقص في الملح عشان ايه؟ يكتر الخير ويبعد عنك العين او طبعا كلام لا صحه له. يعني ما تاخدش اي حاجه. لقيت الفيديو جاب بتاع 5 مليون او مشاهدات عاليه، والناس ما شاء الله يعني منبهره. في ناس كتير بتصدق الكلام ده. مفيش دليل من القران او السنه ان انا اجيب شويه ملح وادب بهم مقص. ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ صلي على سيدنا النبي. يعني ده ايه يعني؟ فيه ناس كتير ماشيه على عادات لا صحه لها. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، هات خرزه كبيره حطها على الباب. الله اكبر، مشكله. تلاقي واحد لابس تميمه، فالنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قال اللي يلبس تميمه لا اتم الله له. واحد يعتقد انها تجيب الحظ. ففي حاجات كتير جدا يعني لازم نخلي بالنا. واحد يقول لك ايه، اسال مجرب ولا تسالش الطبيب. لا، اسال مجرب واستشير الطبيب، بدلها. طبعا لازم سبحان الله العظيم نسال يعني الطبيب ونكشف ونتعالج. سبحان الله العظيم. واحد يقول لك كتر السلام يجل المعرفه. عمر السلام ما كان يجل المعرفه، في حياه خاطئه. كتر السلام يجل المعرفه، يقويها. وانا اعدي على ناس مثلا بالليل، طيب معدي ساكت كده وبص هيرتعبوا. معدي على حد هيرتعبوا، لكن اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استأنسوا. ده راجل مسلم موحد، راجل بيرمي علينا السلام، ففي طمأنينة دخلت فين؟ في القلب. لكن معدي ساكت كده واقول لك السلام يجل المعرفة، لا ابدا. ففي حياة كتير جدا خاطئة لازم نعدلها ولازم نفهمها. مش اي حاجة نعملها وخلاص. اي حاجة اشوفها على النت انشرها واشاركها، والمقص بتاع مش عارف ايه اللي بيحصل. في حاجات كتير خاطئة. واحد يقول لك سد الباب عشان الشر ما يجيش. واحد يسمع غراب عمال ينعق فيقول لك هيحصل. يا سيدي تفائل بالخير تجده، والله العظيم. دايما خليك متفائل، اوعى تكون متشائم. ده هيحصل حاجه كذا النهارده، نضحك اللهم اجعله خير، ده هيحصل. تفائل بالخير تجده، اوعى في يوم من الايام تتفائل شر. اقرب مثال، تيجي وانت ماشي في الشارع تقول ايه، انا كان معايا ليا صاحب بقاله سنين، من سنه اولى اعدادي ثانيه اعدادي ما شفتوش. والله حصل معايا وبيحصل معاك وبيحصل معاك. ممكن ما فيش لحظات وتشوفه في وشك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صلي على سيدنا النبي، بتلاقيه في وشك تقول لك يا ريتني ايه المثل البلدي بتاعنا، صلي على سيدنا النبي. ساكت ليه؟ يا ريتني افتكرت مليون جنيه. الكلمه المعتاده. يا ريتنا افتكرنا. صلى الله عليه وسلم. يا ريتنا افتكرنا. صحيح. فدايما تفائل بالخير، ان شاء الله ربنا هيرزقني النهارده والخير هيبقى كتير. انا رايح اصطاد، السمك هيطلع والدنيا هتبقى وردي. سبحان الله العظيم. تفائل بالخير. اوعى النهارده يوم ما يعلم بالله ربنا. ناس كده مكلضمه، خايف اسنانه تبان. اسنانك مش عوره، خايف يضحك. يا سيدي والله الدنيا حلوه، اضحك اضحك وعيش. خليك دايما توكل على الله عز وجل. اطلع كده يا رب.